ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا بصوا النهاردة هنشرح الساعة تي 800 الترا اللي هي بتشتغل بوايرلس. حاجة محترمة جدا. دي تعتبر اقل ساعة، يعني مش اقل ساعة، اقل سعر ممكن تلاقيه في الساعة دي. يعني انت مثلا لو عاوز سعر، مثلا الساعة دي بتكون عاملة 450. تمام. هقول لكم ايه الفرق بين الاوريجينال والاصليه دلوقتي، عشان في حاجات مضروبه في السوق. تبقى خلي بالكم منها كويس. هقول لكم ايه اللي هتلاقوه هنا وايه اللي مش هتلاقوه هنا. تمام. هي الساعه بتبقى جايه دي كده نفس النظام. دلوقتي احنا اصلا هنشرح طريقه التشغيل بتاعتها برضو، عشان الهدف الرئيسي في الفيديو ده ريفيو سريع وشرح سريع بين الشرح بتاع اللي هي النوع ده والانواع المضروبه اللي في السوق، وكمان طريقه التشغيل بالبرنامج بتاعها. تمام. هي الساعه بتبقى جايه العلبه معاها الشاحن وايرلس، الاوستيك، الساعه زي ما انتم شايفين كده، حاجه محترمه برضو. بصوا، دي كلها خلفيات، دي كلها خلفيات اهي. جودة حلوة جدا، على الطبيعة احلى من كده بكتير. دي كلها خلفية بتبقى نازلتك على الصورة، تغير الخلفية، يعني الخلفية فيها اتنين. دي بقى القايمة طبعا بتصغر وتكبر زي ما انتم شايفين كده. طبعا الجودة دي جودة محترمة جدا، خامة عالية. هنبدأ بقى طريقة التشغيل. بصوا، عشان برضو احنا مش عاوز اطول عليكم في الفيديو، يعني انا بقول لكم طريقة تشغيل بس. الساعة دي كساعة حاجة حلوة جدا، فيها آلة حاسبة، فيها اللوك، ممكن تقفل، الزر اللي في الجنب شغال. بيجيب لك برضو الاختصار، ممكن تيجي تغير من جوه. طب ما اعرف ازاي الساعة ديت حلوة؟ من شفت السليب ووتش دي مش موجودة في ساعات الكوبي. الساعات كتير مش بتبقى موجودة فيها. يعني انت مثلا لو جيت قفلت الساعة لما تيجي تضلم، هتلاقي الساعة السليب ووتش دي موجودة في كل الساعات. عارفين الساعة كام؟ هقول لكم في اخر الفيديو سعر كام بعد ما نشرح طريقة التشغيل. بص، اول حاجة هنفتح البرنامج. طبعا بتنزلهم على اي اب ستور من جوجل بلاي، اي حاجة من دي بتنزله. هو اسمه فيت برو، ده الاسم بتاعه. اول ما نيجي نفتح طبعا البرنامج بيقول لك تأكد، ماشي موافق، يبدأ يحمل. تعمل ماشي اثناء استخدام التطبيق، تعمل تعيين. تمام، نعمل تعيين. هنعمل فتح. هيقول لك عاوزين نفتح البلوتوث عشان نعثر على الأجهزة المتاحة، نعمل السماح. طبعا نفعل الموقع برضو، هيجي لك رسالة تفتح جالك كذا حاجة. أنا أصلا معايا كذا ساعة. تمام، معايا كذا ساعة. ف الكذا ساعة دول كلهم ظاهرين، هعمل عليهم فيديوهات. يعني انت لما تيجي تدخل كده على اليوتيوب عندي هتلاقي فيه فيديوهات كتير عن كذا نوع، بالجودة بتاعتها، بالسعر، بطريقة الاستخدام. طبعا هي اول واحدة الترا 8، هتوصل بلوتوث. شوف، اول ما نورت تعرف انها توصل. لو انت خدتش بالك من حاجة كمان، الساعة اتظبطت، يعني هي اصلا ما كانتش مظبوطة، اتظبطت اول ما توصلت عن طريق البرنامج، اتظبطت. او حتى ضبط الوقت وكذا حاجة، 4 حاجات، 4 مهمات اول ما اتعملوا خلاص الساعة كده بقت مية مية. طب هقول لك بقى نعمل ايه بقى. بيقول لك الاقتراض ماشي، يعني بيقول لك لو مثلا ما توصلش غير 5 دقايق فيتم ايقاف الخدمة بتاعة التشغيل. قلت له ماشي تمام. بص بقى، انت عاوز دلوقتي. طبعا اول حاجة احنا عملنا بحث ولقينا الساعة وتوصلناها وكل حاجة تمام. طب تاني حاجة انا عاوز اشغل يا باشا الاشعارات. هندخل على بتاعة الاشعارات دي. شفت كل دي اشعارات. طب انا بقول لك بقى حاجة، هنعمل دي، هنعمل ماشي موافق، سماح. انت بقى دي مكالمات، تنبيه مكالمات، يعني لما حد يجي يتصل عليك هيظهر المكالمة. طب مثلا تنبيه الرسائل القصيرة هنفعلها. ماشي، هو بيحذرك يعني الامان اكتر، عشان الاسرار بتاعت اللي هو
الموبايل وكده، اللي هو مثلا المكالمات بتاعش بره، الحاجات دي امان يعني اكتر. فيسبوك لو انت مثلا مشغل فيسبوك يجوز فتحه والقراءة. هنعمل ايه بقى؟ بص، هو فتح دخلك على دي، هندخل على الفيد برو ونعمل السماع. خلاص كده يا باشا، بقت الاشعارات كلها هتجيلك وانت قاعد باشا مرتاح. الانستا، الواتساب. انا اقول لكم برضو، الساعة دي امكانياتها حلوة جدا والله، يعني عجبتني الساعة دي، وبطارية جميلة جدا، وامكانيات جبارة في الساعة دي. الساعة سعرها اصلا حلو. انت ممكن تفعل كل دول بقى لو انت شوف البرامج اللي انت شغال عليها. بس انت كده كده طالما، بص فعل كل دول. يعني انت اول ما تفعلهم هتفعل كل الحاجات دي. اي ابلكيشن دلوقتي هيجيلك عليه، تمام، اي ابلكيشن هيجيلك طالما انت وصلته اي ابلكيشن عندك على الموبايل جالك عليه اشعار هيظهر لك على الساعه الواحده. تمام. طب انا دلوقتي خلصت الاشعارات. شوف بقى، بص لو عاوز اشغل عشان تبقى عاوز، لو تعمل الساعه بلوتوث من بعيد تعمل ايه؟ بص اول حاجه اكتشاف، لو الساعه مثلا ضايعه منك، بص هتعمل اكتشاف. شوف الساعه بتعمل فيبريشن، هنعمل ايقاف كده، احنا خلاص لقيناه. تاني حاجه تعمل التقاط الصوره، ماشي. شوف كده فتح الكاميرا، فتح الكاميرا معايا اهي، تمام. وممكن معمل هنا التقاط. شوف اول ما عملت التقاط بدأ عمل عد تنازلي. ساعة جبارة فعلا. طب بص، انا بقى عاوز احط صورتي على الساعة دي، اعمل ايه يا جماعة؟ هعمل ايه؟ لما اجي احط الصورة بتاعتي على الموبايل، بصوا دي بقى حركة بتبقى حلوة جدا، تمام. اول حاجة بتعمل اسمها اطلب الاعدادات. شوف دي كلها خلفيات، خلفيات جامدة جدا والله. طب بص، انا مش عاوز الخلفيات دي، ما انا الخلفيات انا عاوز احط صورتي. هنقعد ندور، من ديت ما فيهاش الحركة دي، خلاص هنعمل ايه؟ نحمل الصورة دي مثلا، ماشي. شوف هتحمل. بصوا هي الساعة دي ما هقول لكم برضو دلوقتي، لو انت عايز تحط صورتك على هنا على الساعة تعمل ايه؟ هنا طبعا الساعة دي الوظيفة اللي ورا بتقيس نبضات قلب. الشاشة دي طبعا الساعة مقاس 47، تمام. فيها المكان الفتحة دي بتاعت المايك. طبعا الاستراب ده ممكن تغيره، هو جاي باسود، ممكن تغير الاستراب عاوزه بلون برتقاني ابيض، طبعا ده بيشترى لوحده الاستراب. الساعة دي الصراحة يعني ارشحها لاي حد، ما تفكرش تجيب اقل من كده، عشان اقل من كده حاجات تعبانة خالص يعني. الساعة ما شاء الله هي معروفة اصلا ومشهورة جدا، اسمها تي 800 الترا، تمام. في حاجة شبيهة ليها برضو اسمها بيج تي 900، برضو نفس الشكل على فكرة، ما حدش يتخدع بالشكل. يعني انت مثلا ديت، يعني تقول لي الفرق ايه؟ فرق الكرتونة بس بس والله نفس الساعة ونفس كل حاجة. شوف دلوقتي بدأ يحمل، هنشوف دلوقتي الخلفية اللي احنا عاملينها دي بقت هنا عاملة ازاي، وهتبقى شغالة كده فعلا كأنها خلفية شغالة متحركة. اوبا، بصوا بقى اول ما تيجي اشتغلت، والله خلفيه حلوه، خلفيه جامده والله العظيم. بصوا دي بالنسبه لسعرها ببلاش. بصوا دي يا جماعه بسعرها 450 جنيه. فين مكان يعني مثلا دي احنا عندنا في ان شاء الله في فرع عندنا دي ب 450 جنيه، الاوريجينال اللي هي فيها سليب ووتش، اول ما تيجي تقفل الشاشه تقفل. شوف الساعه عامله ازاي، شوف الالوان عامله ازاي، والله الالوان احسن من كده كمان على الطبيعه. شوف دي مش موجوده في المضروبه. طب مثلا انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز احط صورتي، طيب يا جماعه هقول لكم بقى، نشوف احنا نحاول مع بعض نشوف لو عاوزين نحط صورتنا هنعمل ايه. كاستم ده، بصوا بقى، بص يا باشا، تك على ده، هي دي بتحمل، تمام. خلاص مش مهم، مش عاوزينها، مش مهم. خلاص والله يا عم انت
هي شكلها اصرت خلاص. خلاص خليها يا عم تحمل. بصوا انت اول ما هتنزلوا تحت خالص تعملوا الكاستم اللي هو اليدوي، تمام. هيجيلكم الخلفيه، انا هقول لكم دلوقتي تعملوها ازاي كمان. بصوا برضو ريفيو برضو سريع يعني عن الساعه. كتقفيل والخامه انا شايفها حلوه جدا. عارفين الساعه دي انا كنت مثلا شايفها نازله في انواع تانية. انا على فكره في انواع كتير في ساعات لسه هوريها لكم دلوقتي يعني. هعمل فيديوهات تانية يعني. انت لو دخلت على اليوتيوب شفت الفيديوهات تلاقي عملت فيديوهات بعده كمان عن الساعات، وهتلاقي ساعات الاغلى من كده كمان موجوده. تمام. هي دلوقتي بتحمل، طالما بتعمل كده تبقى بتحمل معاك. دي طبعا اللي ورا دي بتاعت قياس نبضات القلب. عندك 3 زراير، ده والزرار ده والزرار ده. الزرار ده ميزته حاجه حلوه جدا. الزرار ده بتدخل على الاعدادات من جوه، تمام. بتخلي الزرار ده زي ما انت عايز. شوف اول ما تفتح يقولك هالو وجاب لك الخلفيه. طب انا يا باشا بقى عاوز اعمل ايه؟ عاوز احط صوره بقى على الموبايل. طب بص هتعمل الكاستم ده ايه؟ ده هتختار اي صوره. حلو. هيقول لك مثلا انت عاوز تعملها ازاي. هنعمل سيلكت، تمام. هو مثلا اختار، هو استنى الصور بس مش موريها لكم عشان في صور خاصة، تمام. هوريكم اللي هو ايه، اشكال تانية كتير. مشكلة مش لاقي صور خالص. حلو، هنشوف الاشكال. اهي بصوا مثلا لقيت صورة اهي مثلا. شوفوا الصورة دي لقيتها اتكيت عليها جالي دي كده، تمام. وعاملين كده، تمام. الساعة بيقولك انت عاوز الساعة فين. هنعمل صح. انت عاوزها الساعة دي تحت ولا فوق ولا في الجنب؟ هنخليها كده مثلا. ممكن تخليها تحت كده بس فوق اشيك. هو تعمل تحميل. بيقولك during، ماشي كده بيحمل. بصوا انتوا يعني الساعات كلها السمارت عموما ما ينفعش تحط صورة واحدة. ما ينفعش تحط كذا صورة. هي صورة واحدة بس بتحطها عندك على على الساعة. يعني مثلا حطيت الصورة دي دلوقتي على الساعة، طب انا عاوز احط صورة تانية، لا الصورة التانية اللي بتحط بتمسح اللي انا حطيتها دي ويحط لك الصورة التانية الجديدة. انا بقول لكم بس كده فيديو سريع دردشة كده عن الاستخدام بتاعها. هي دي 49 ملي مكتوب، بس انا ديت اشك انها دي 49. استنى ليه بقى؟ عشان المقاس 49 اهو. ده مقاس 49 اكبر صح. دي الساعة التانية اللي اقولكوا عليها بالمسامير وكل حاجة، دي في الفيديو التاني الجديد. نفس الوان يا جماعة برضو، يعني انتوا متخيلين الخلفيات برضو اهو. والشحن بتاعها حاجة محترمة برضو. والساعة برضو حلوة، جاب مسامير. جاي بقفل. بقفل برضو، القفل بيقفل على الاوستيك. والمسامير اهي. ومن الجنب برضو بتنزل وبتطلع. يعني بقولك الستايل عاوزين مثلا ستايل 2 بيعمل مثلا الستايل ده. دي الساعة التانية احنا عاوزينها ستايل 1. كل دي ستايلات ما شاء الله. المهم دي مقاس 7 اهي كده. الصورة اتحطت يا باشا. دي الصورة لو انت عاوز تحط صورتك الشخصية تبقى كده. بصوا ساعة جبارة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. واستنوا. طب بص برضه عشان قبل ما اقفل، العنوان بتاعنا سنتر مركز مدينة النصر، شارع المستشفى العام بجوار مغسلة مكة. المكان بتاعنا ده في الدقهلية يا جماعة، تمام. اول حاجة الاشعارات، الجهات المفضلة دي الاتصال ديت عادي سيبك منها. لو انا مثلا عاوز ادي لاي حد الساعة بتعمل نزع او ضبط مصنع الجهاز. ضبط مصنع بيخليلك الصور كل حاجة تتمسح. اضاءة الشاشة لو انا مثلا عاوز الشاشة تنور معايا او تقفل عادي تعملها بالوقت. المنبه لو انت عاوز تظبط المنبه بتاعها. دي بقى حركة وحاجات كتير بقى بينك وبين الساعة. يعني هو ميزة الساعة موبايل مصغر في الساعة.
مثلا انت شغال بتبص في الساعة، واحد اتصل عليك تبص في الساعة يجيلك الرقم بتاعه، واحد بعتلك رسالة يجيلك الرقم الرسالة بتاعته. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، استنوا فيديوهات التانية هتبقى جاية جامدة جدا. مع الف سلامة.